بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق بقصر البدن. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مروان، حسبك، تقبل الله منك تلاوتك. والآن سنستمع إلى الملاحظات التي بإذنه تعالى ستزيدك إتقانا على إتقان. ونبدأ بفضيلة الشيخ عمار رقبة الشرفي. بارك الله فيك شيخ مروان على هذه التلاوة الماتعة المتقنة التي نزيد إلى إتقانها بعض الملاحظات حتى تحسن منها أكثر وأكثر. بداية بالملاحظة التي مرت معنا
أعوذ يعني فهي همزة قطع مفتوحة، فلا نمد فيها بعض الحركة لأنه تولد حرف مد. أيضا إلا بحبل من الله، المد الطبيعي مقدار حركتين يعني، فلا نترك الشدة تؤثر إلا يعني، فننتبه لهذا. أيضا العارض للسكون هو ما ينطبق عليه ما قلناه سابقا، واللفظ في نظيره كمثله، حتى في حالة صعوبة التنفس، مثلا في قوله تبارك وتعالى إلا بغضب من الله، فغالبك النفس فلم تأتي بالمقدار المطلوب. وتكرر هذا أيضا في تعتدون يعني في صفة العين، وأيضا في تمطيط أو شبه تمطيط لحرف المد، يعني الحرف المد يعني حروف مد للهواء تنتهي، فلا نولد حرفا إضافيا بالإضافة إلى مقدار المد في الأنبياء. وقراءة متقنة ربي وفقك إن شاء الله. زادك الله إتقانا على إتقان مروان إن شاء الله. والآن سنستمع إلى بعض الملاحظات من فضيلة الأستاذ يوسف سلطاني فيما يتعلق بالنغم والصوت. بارك الله فيك. مروان مصطفى مولاي، بارك الله فيك على هذه التلاوة. أنت تملك صوتا جميلا وقويا، خاصة المنطقة الوسطى والحادة منه. اعمل على تقوية قرار صوتك. كذلك قرأت بنغمات عديدة، فكانت تلاوتك ثرية من حيث النغمات، غير أن كذلك انتقالة كانت سليمة، غير أن بعضها كان من دون تحضير. حاول أن تحسن من ذلك. تحرى كذلك إتقان الأداء الصوتي في القفل عند الوقوف، وتجنب الارتجاف في صوتك عند التلاوة حتى تحسن تلاوتك. بارك الله فيك. شكرا فضيلة الشيخ والأستاذ.